هذه الحصيلة الثقيلة تطرح سؤال الأسباب الكامنة وراء هذا الحادث الذي وقع بالقرب من العروي، حيث تشير المعطيات الأولية إلى فرضية السرعة المفرطة التي كانت تسير بها الحافلة، فرضية تؤكدها قوة الاصطدام ورواية الركاب الناجين بينما ينفيها سائق الحافلة. السرعه والطريق ما كايناش، الطريق لا علاقه باش يدوزوا بنادو بالفوا هادي، يعني راه ما كايناش مراقبه وما كاينش بزاف ديال الحوايج. وزاره التجهيز خاصها تشوف هاد الطريق هادي. جايين من مراكش، وصلنا لكازات شونجا الشيفور صافي سميتو. فاش وصلنا هنايا وقربنا بين سميتو افزو والناظور وقعت هاد الحادثه. حنا كنا ناعسين، الركاب كاع ناعسين، تسمعنا الدقه صافي ما حسينا بنوصل، لقينا سميتو ترمينا بهذيك الساقيه صافي، وبداو الناس كيخرجوا من تحت الكاروسه، كاين اللي تهرس، كاين والشيفور جاي بسرعه بزاف. وراه الديسك تيحكم، راه الديسك كاين في الكار، راه تيحكم الديسك، والطريق صغيره والحباري وهذا الشيء اللي قدر الله. هذا وقد نقل زوال اليوم 5 جرحى إلى المستشفى الجامعي بوجدة لمتابعة العلاج، 2 منهم في حالة خطيرة، وقد نقل على متن مروحية الإسعاف الطبي، فيما تم نقل 3 آخرين مصابين بجروح متوسطة على متن سيارة الإسعاف. أما باقي الجرحى فيرقدون بمستشفى الناظور. للتذكير فقد فتح تحقيق من قبل الدرك الملكي لمعرفة ملابسات الحادث.